أبا اسمه أنيس بن عبد السلام بن محمد بن قاسم شو عمره 28 سنة. يخدم عامل يومي. سكنة نهج ناظور دار شعبان الفيري. حكى له الراجل الكبير معناتها النبي قال له كاش وقت العملية وكل شيء، قال له روح جدوا ملف نتاع التصاور اللي عنده سوابق هذا. جدوا ملف نتاع التصاور شاف قالوا تلقاش فيهم واحد هذوما يقص السامي ولد الغضبان هذا اللي هو اللي عمل هذا. قالوا هذا معه. قالوا شكون معاه؟ قالوا زوز توال، زوز من الناس توال واقفين. روح تعرفهمش؟ قالوا ما نعرفهمش. قالوا هذاك ما خدليش عليه في التصوير ما نعرفوش. هذا اسمه اخويا اللي هو راه بط رشاشي. مشاو قالوا لنا كيفاش نزار. قالوا خويا اللي جبتك راه ما تك حتى شيء. سامي هو اللي جبت في القضيه. علم خويا رشاشي. فما واحد بوليس اسمه منير قربي معناتها هو يعرف انيس زاد يعرف عقل معرفه. بعثوا خلال وصايا قالوا قل مع واحد. قالوا قل انيس لا اكيد باش يوصلني راك مجبوط رشاشي راك موجود في قضيه وكا فهمني. وصلنا انا الاخبار الخويا قالوا راني مش عامل راني ماش حاضر ليس خويا في الدار هنا حتى في البحث نتاعو في الواحد قال يا ناس راني في الدار ليس مش حاضر. وقت اللي مشى ما حتى الصداع ما بعثولوش الصداع جمله فهمني. مشى قدم روحه على اساس باش يعطي الاقوال نتاعو ومش يقول معناتها اللي هو مش في العمليه جمله راني خاطئ. حكاو لي برغاية قال راهو ولد عمتك جابوه مدقدق على الركاب وما يقفش الجمله بالمصبط. معناتها من بعد ما يمشيو يبحثوه بالضرب يرجعوه للجيور. قال كي زوز بالحمله. قال راهو النزار جبد انيس راهو تحت ضغط ضرب راهو دقدقوه كما حبوش تا نبي الرب هو اللي نزل عليه فهمني باش عفا عليه. هو مارس عليه تعذيب بيده وهو مارس الضرب. صحيح توا سي نبيل رامبو هذا. سي نبيل رامبو فهمني. باش عفاو عليه بالضرب قالوا راهو انيس تحت معناتها معايا في الواحد والعمليه. اما قدام التحقيق فماش ضرب ما فماش حتى شيء. حكى له نزار ولد عمتي قالوا راهو وكا قالوا سيد التحقيق راهو وتخالي مش معي ماهوش حاضر جنبي وانا ما طلعش مع السيد هذا راني تحت ضغط ضرب. قال لي راهو ولد عمتك ما عادش بدني تحت الضرب. هو نزار قعدت 15 يوم اخرين وزرته فهمني. نلقى خويا وقت ذاك عنده 5 ايام قريب. عصير وقت اللي زرته العبد لله والعزوزة أمي وقتها هذا بعد ما عنده شهر خص شوية وأختي وقتها غمزني قال ززت له بالوار. لقيت خويا معناتها مش كيما الزيارة الأخرى اللي شفته فيها فهمني مش كيما تو فك الزيارة هذيك. قلت له خويا اش فيك؟ وشو معناتها تسلت أصفر واحد ما في إيمان. قال لي خويا راني مدرب. علاه؟ قلت له خويا نيس. قال لي خويا مش برشا معناتها ماكسيموم 15 يوم 12 يوم يعلم عليا وكيل العام يعيط لي نمشي لصوب الوظائف يطلبوا بالراجل معناتها والروح. مشيت له بعد الجمعة سنيت قدمت بطاقة الزيارة وبطاقة العيد. العباد معناتها اللي جات بعدي انا زارت وخويا ما طلعليش بالوضع. شنو نعم؟ قال لي رجع لي بطاقة الزيارة وبطاقة العيد. قال لي خوك رافض الزيارة. قلت له كيفاش رافض الزيارة؟ قال لي خوك رافض الزيارة تو صباح الخير. خفيت تميت معه رجعت من جمعة أخرى. كيف خوك رافض الزيارة؟ حتى قلت لك جبت شهر وجمعة خوك رافض الزيارة. مش خويا رافض الزيارة
نعاون سجون. عرفتين رافضين زيارة. علاش؟ خاطر هو وصل لحالة معناتها بدنية وتسلت تعب. ززت بالوسط السيارة. قال لي زوز بحذايا. خاطر كيما نقولوا توا كيف الحكاية؟ سنة خويا يجيبوه زوز من الناس على كتافه. ما ينجمش يقف. ما ينجمش يمشي. ماشي مركز على كتف زوز سجون زاد بالحملة معناها. بالحملة. زوز مرابيط معناتها جايبينه واحد متكى عليه واحد منا. خويا صدقني ريت هذا بدني انا وقت فكي قلت ليك ما عرفتوش والله لا عرفته. عنده شهر ونص وقت. 45 يوم. كان ما يجيش معناتها ربي يا مقوينا كان جات معاه ولا العزيزة فما وكل هذاك تيح ما يعلم الله شيء. صحيح مطلب صراحة عثور وكل عام رفض. مطلب الصراحة. رفض مطلب صراحة. هذا اللي قالوا لي مدير حبس قالوا لي المرشد هذا اللي هو معناتها هبطوا كل عام وهبطوا كل وقالوا راهو مش في مصلحتك الجراف راهو انت تتابع معناتها عامل الجراف هنا راهو مش في مصلحتك. قال لي راهو حتى كي يموت كيما نقولوا بينقدم قرعة ما عندكمش حتى حق ما عندكمش حتى شيء خاطر هو قلت له اخي هو عامل جراف سيد المرشد عامل جراف انت على حقه وحقه تو ما ثورش. قال احنا خويا ما عندناش سلطة عليه الامور هذه. انا خويا يجيبونا بطاقة ايداع بالحبس نسحب عليه فميك وقت اللي يطلبوه نعطيوه لهم وقت اللي يرشحوه نحطوه ميك هذه.